الشهيدة شريهان بنت مركز ديروت الشريف اللي أنا أتشرف أكون منه يعني. الست الله يرحمها طبعا، الله يرحمها، اتدفنت امبارح كنا بنتكلم على الموقف البطولي بتاع الذل السوداني اللي أنقذ الست المصرية وسبب في بتر دراعه. دي بقى الست المصرية اللي هي يتعمل لها تمثال في مدخل مدينة ديروت، يتعمل لها تمثال يا جماعة كده ويكون الأيقونة بتاعة المركز. ايه اللي حصل مع الشهيدة شريهان؟ هي كانت رايحة أسيوط وبتركب ميكروباص هي ومعاها بناتها الاتنين، وهي بتركب الميكروباصات هناك ربنا ما يوريك غباوة السواقين، خلي بالك اللي بيموتوا بسبب السواقين اكتر من ماتوا في حرب غزة. موقف العربية وظهرها للترعة وهو مفيش سور وراه، خلي بالك الموقف ده من زمان. انا لما كنت بروح وانا صغير ما كنتش ارضى اركب غير لما يلف. سبحان الله، نفس الغباوة لغاية النهارده، هي نفس الغباوة. المهم ايه، مدي ظهر الميكروباص للترعة، هي ركبت ومعاها بناتها الاتنين، بناتها يعني مش كبار يعني، بس يعني ما شاء الله كويس يعني، ممكن نقول مثلا ابتدائي واعدادي حاجه زي كده، او ابتدائي السن بالظبط مش عارف. المهم ركب معاها كذا واحد تاني ربنا يرحمهم جميعا، ربنا يرحمهم ويجعلهم من الشهداء ان شاء الله. الباشا مش مدي غيار ولا رافع فرامل يد ولا اي شيء في اي شيء، يعني هو موقف العربيه كده وظهرها للترعه، العربيه عندها بالهرسي. المهم ايه، ركبت يا عيني هي وبناتها الاتنين وراحت العربيه مريحه نازله على فين؟ في الميه. انا عاوزك تتخيل الموقف عشان لما يقولك ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، قول له المثل ده كداب، عشان انا شفت بعيني محدش قال لي. شفت الشهيده شريهان بتعمل ايه، شفتها عملت ايه. ما حطتش ابنها تحت رجلها ونطت من الشباك، لا، عملت ايه بقى؟ عربيه نازله بظهرها كده في الترعه، راحت ماسكه العيل، البنت الاولانيه رماها من الشباك وراحت ماسكه راميه التانيه. كلام بكلمك فيه ده احنا عمالين نحكي انا وانت، لا 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 لا, لا. الموقف مختلف، عمالين نحكي انا وانت واقول لك رامت وبتاع، هي في موقف ربنا يرحمها يا رب يتقبلها ان شاء الله. طبعا هي ان شاء الله من الشهداء، واخد لي بالك، بنت مركز ديروت شريهان، ربنا يرحمك يا ست الكل، يا انت الام المثاليه، يتعمل لك تمثال في مدخل البلد يا بنت ديروت. رميتهم من الشباك، ولما رميتهم من الشباك الميكروباص راح واقع بيها بالترعه، في الترعه يا عيني، طبعا ما قدرتش تتحرك. وللاسف كمان لما طلعوا الميكروباص طلعت هي مش في الميكروباص، طلعت بره، الطيار خدها. انتوا عارفين امبارح لقيوا الجثه بتاعتها قعدت 10 ايام في الميه، 10 ايام في الميه، لما الناس كانت يا عيني بتدعي لها في كل حته، اللي يعرفها اللي ما يعرفهاش. قمت انا عاوز تشوف تضحيه الام انقذت بناتها الاتنين وماتت مكانها، عشان بعد كده اللي يقول لك ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، قول له انت كذاب، قول له لا انا شفت بعيني، شفت واحده شايفه الموت انقذت بناتها الاتنين وفادتهم بروحها. ربنا يرحمك ويتقبلك من الشهداء، قادر يا كريم. ودي تعمل لها تمثال في مدخل البلد، او المحطة ديروت دي تتسمى كده محطة الشهيدة شريهان، والله تسمى كده، دي ايقونة وتضحية ما شفتهاش. يعني نسمع في الافلام ممكن والحاجات الافلام الهندي، لكن عن الطبيعة ما شفتش. ربنا يرحمك يا رب ويجعلك من اهل الجنة، قادر يا كريم، ويجمعنا معاك يا رب في الجنة. السلام عليكم.